الخوارج. والنبي قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه. عرفت لما تفوق السهم كيف؟ تجيب كذا يستحيل ترجعه لنفس ايه؟ المكان بالضبط اللي إيه؟ انطلق منه. مستحيل مستحيل مستحيل. قال في سهم بعدين حتى لما برجع لحاله برجع لفوقه يستحيل. ولذلك أنا أقول لكم أحذر والله العظيم، وهذه فائدة مهمة جدا جدا، هذا الحديث وهو مخرج في الصحيحين أجدانا، يعني أفادنا، أجدانا فائدة جليلة عظيمة مخيفة. كل من تلوث بنزعة خارجية يخشى عليه أن يظلم قلبه وأن يفارقه رشده إلى أن يلقى الله، لقول المصطفى المعصوم ثم لا يعودون فيه. وأنا قد وجدت بالاختبار كل من يكون خارجيا دون أن يدري، فكحول على مذهب أهل السنة والجماعة وأنا سلفي وهو خارجي، يقدح في إيمان هذا ويكفر هذا ويكفر هذا العالم ويكفر ذاك الإمام ويكفر هذا الداعي، تكفير تكفير كفر شرك مخرج عن الملة. سبحان الله، هؤلاء بالذات في النقاش في الجدال يستحيل أن يعودوا على شيء هم عليه. تستطيع أن تقنع الصلب الصخر، وهؤلاء لا يعودون لأنه انطبق عليهم قول الرسول ثم لا يعودون فيه، ولا حيفهم وحيعيش يموت يكفر إلى أن يلقى الله. فاحذروا، أنا أقول لكم احذروا باسم السلفية والسنة والدين الصح أن تتلوثوا بلوثة خارجية. احذروا من تكفير الأمة. احذروا. ابن تيمية رحمة الله عليه وعفى الله عنه وسامحه كان متساهلا، عكس ما يشاع عنه، كان متساهلا في التكفير. نعم نعم، ابن تيمية في أول مجلدات المجموع الفتاوى يتحدث عن الجهر بالنية، وطبعا هذا بدعة وغير ثابت. قال لكن من جهر بها وأصر على ذلك يستتاب وإلا قتل. يا سلام، شو هذا يا ابن تيمية؟ إيش هذا؟ بإيش يعني؟ حدا؟ مش حدا، بقي أن يكون ماذا؟ ردة وكفرا، كفره. متساهل، كان متساهلا. لكن في آخر حياته لما نضج واكتمل في أشياء معينة، نقل عنه الذهبي وهذا ثابت، قال يعني الذهبي أنا أشهد أنه هذا سمعته منه وكذا وكتبه، قال يعني واشهدوا علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة. عرف، وهذا كله دخلنا فيه الصح. واحد من أهل القبلة بقول الشهادتين وبصلي صلاتنا وبستقبل قبلتنا، ما تكفروش وانسى. تقول لي زيدي معتزلي خارجي إباضي سني سلفي صوفي أشعري إمامي مش عارف، بلاش الكلام الفارغ هذا. أمة موحدة لمسلمة انتهينا خلاص، امشي ما تكفر.